السلام عليكم. قصر حين تراه لا يمكن أن تقول أن هذا قصر، فهو شكل المسجد. وهذا القصر شديد الجمال مبني على الطراز المملوكي. هذا القصر البديع موجود في منطقة الزمالك، وهذا القصر لا يشبه أي قصر من قصور منطقة الزمالك الراقية في القاهرة. تم إنشاء هذا القصر سنة 1925 ميلادية. منشئ هذا القصر هو الأمير عمرو إبراهيم حفيد الخديوي إسماعيل. كان الأمير عمرو إبراهيم شديد الحب للفنون الإسلامية، فلذلك صمم القصر على شكل الجوامع المملوكية الموجودة في القاهرة. سور القصر من الخارج السور الحديدي عليه شكل الهلال الذي يوضع على القباب والمآذن. تم مراعاة أن القصر يكون مبني على شكل الحضارة الإسلامية ولها خصوصيتها، بحيث يكون صاحب القصر من الداخل يرى من في الخارج، ومن في الخارج لا يعلم من في داخل القصر. وهذه من مميزات البناء في الحضارة الإسلامية. بيبان القصر وشبابيكه من خشب الأرض المحلى بزخارف هندسية، أشكال هندسية ونباتية، وأشكال أرابيسك. المسقط الأفقي لهذا القصر البديع مربع. من الخارج في مدخل القصر عمدان رومانية. في مدخل القصر آيات قرآنية لم أستطع أن أقرأها. صالة القصر تشبه ريسبشن الفنادق الكبيرة. في هذا الريسبشن الكبير داخل القصر دورين فقط لا غير. ترى ألوان السماء. يوجد في سقف القصر زجاج ملون يعطي جميع الألوان داخل القصر. التهوية والإضاءة داخل القصر بصفة مستمرة نظرا لمراعاة الحضارة الإسلامية لكيفية الإضاءة والتهوية داخل جميع قصور الحضارة الإسلامية. تم بناء هذا القصر سنة 1920 ميلادية، ولم يكن الأمير عمرو إبراهيم يقيم بهذا القصر، ولكن هذا القصر كان يستخدم لاستقبال الضيوف وإقامة الحفلات. قصة قصر الأمير عمرو إبراهيم قصة حزينة جدا. لقد حدث لهذا الأمير الكثير من المآسي، ولكن لا نتدخل في الأشياء الشخصية. الأمير عمرو إبراهيم كان ملاكم، وكان يحب رحلات السفاري والصيد ككل العائلة المالكة المصرية. القصر من الداخل شديد الجمال. توجد في بهو القصر مدفأة شديدة الجمال من الرخام على شكل القلم الرصاص. مساحة مبنى القصر حوالي 870 متر، ومساحة الحديقة حوالي 3500 متر. الأمير عمرو إبراهيم كان شديد المصرية، وهما من الأمراء الذين اعترضوا على تصريح 28 فبراير. وهذا الأمير كان شديد فعلا الوطنية، وكان محبا لمصر. داخل القصر خزف تركي شديد الجمال.
في داخل القصر، في بهو القصر 3 نافورات من الخزف من أجمل النوافير. الأمير عمرو إبراهيم طرق مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو وتوفي خارجها، وترك لنا هذا القصر الجميل. وهذا القصر فيه الكثير من إبداعات العمارة الإسلامية عن طريق الإضاءة والتهوية. داخل القصر حمام يشبه حمامات العصور الوسطى التي كانت موجودة في القاهرة. داخل هذا القصر شهد الكثير والكثير مما حدث في مصر أيام الملكية، ولكن في الحقيقة هو القصر جميل ويصدمك إن أنت ما تبقاش متخيل إن ده قصر، لكن هو في الحقيقة من أجمل القصور الملكية اللي موجودة في القاهرة. للجميع الشكر والحب والاحترام داخل القصر من الداخل. جمال المغازي، يوم في مصر.